عندي سؤال بسيط واتمنى حد فيكم يجاوبني عليه. هو ليه محلات الشاورما عندهم في المنيو دايما سندوتشات كتير غير الشاورما، وفي الاخر برضو بنسيب كل ده ومش بناكل غير الشاورما؟ طيب في الفيديو ده هنجرب من عند سمسمة بتاع الشاورما حاجات تانية من المنيو بتاعهم غير الشاورما. فطلبت بقى واحد كبده وواحد سجق، معاهم واحد زنجر وشيش طاووق وهوت دوج، جنبهم سندوتش كفته ورغيف حواوشي، ده غير كمان سندوتش جمبري وواحد مكرونه فرن، وطبعا واحد شاورما كايزر لحمه والتاني فراخ. وخلينا متفقين كده من الاول ان الشاورما بتاع السمسمة مش من المفضلين بالنسبه لي. مبدئيا كده حجم السندوتش نفسه اصغر من كف ايدي، ده اصغر كمان من سندوتش الشاورما بتاع ابو حيدر اللي كل الناس بهدلتني عليه. كمان شاورما اللحمه بتاعتهم تتبيلتها ضعيفه قوي، ده غير ان اللحمه كانت ناشفه قوي وفيها شده كده خفيفه. اما بقى شاورما الفراخ فدي بصراحه كانت ملهاش اي علاقه خالص بشاورما الفراخ، لا في الشكل ولا حتى الطعم. نخش بقى على باقي السندوتشات، وخلينا ابدا لكم بالكبده، ودي كان طعمها حلو يعني. صحيح هي مش مبهره قوي، بس الكبده كانت نظيفه والعيش نفسه كان حلو قوي. اما السجق فده كان طعمه تايه وسط البصل والفلفل الكتير اللي كانوا مالين السندوتش زي ما انتم شايفين. فكتني بقى من السجق وقلت كده الغي الهوت دوج ويلغيني، بس تقريبا هو كان نايم وما سمعنيش، فسبته يكمل نوم ودخلت بعدها على الشيش. وده اداني شويه امل كده في اللي جاي، وحسسني ان في حاجه حلوه احنا لسه ما اكلناهاش. الساندوتش جميل وبسيط، والشيش نفسه طعمه حلو وجوسي لانه طبعا معمول من الوراك. كمان الزنجر كان طعمه مش بطال، بس هو الصراحه محتاج يبقى سبايسي اكتر من كده ومقرمش عشان حلاوته تبان. بس اللي كان باين انه فعلا حلو وريحته كانت قلبه الدنيا هو ساندوتش الجمبري ده. طعمه كان جميل، وفي تحت منه كده خيار مخلل محرشه ومزوده حلاوه وطعامه. لكن بصراحه اللي ما توقعتش خالص انها تكون بالحلاوه دي هي المكرونه الفرن. كانت كريمي كده وطعمها نضيف ومختلف عن اللي بتتباع في المحلات، وده كان باين قوي من شكلها. وبالنسبه لي لو رحت تاني عند سمسمة ما اعتقدش اني هطلب اي حاجه غير الشيش او الجمبري، وطبعا طبق المكرونه الفرن. هستنى بقى رايكم في الكومنتات عشان اعرف منكم هل متفقين ولا معترضين على كلامي، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه حاجات مش هتلاقوها عند اي حد تاني.